خلال التصدي للقصف الإيراني، مصر اعتلت وافدين وإصابة 58 آخرين بينهم مصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا متابعي القاهرة 24 في كل مكان في لايف جديد للحديث عن ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الإماراتية، وهو وقوع إصابات بينها مصريين نتيجة القصف الذي تشنه إيران على المنطقة. البيان الصادر عن وزارة الدفاع الإماراتية جاء كالتالي: الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت حتى الآن مع 165 صاروخا باليستيا، وعدد 2 صاروخ جوال، و541 طائرة مسيرة إيرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت صباح اليوم الاثنين، اليوم الثاني للهجوم الإيراني، من تدمير 20 صاروخ باليستي وسقوط عدد 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال، وتدمير عدد 311 طائرة مسيرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهداف مدنية، مؤكدة قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي على التعامل مع مختلف التهديدات. ومن أهم النقاط التي قرأناها في هذا الجزء من البيان هو إصابة أن 21 طائرة مسيرة أصابت أهداف داخل الإمارات العربية المتحدة، حيث أوضحت وزارة الدفاع الإماراتية في البيان أن من عدد 21 طائرة مسيرة أصابت أهداف مدنية داخل الإمارات. وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 28/2/2026 تم رصد 165 صاروخ باليستي تم إطلاقه من إيران باتجاه دولة الإمارات، حيث تم تدمير 152 صاروخ، فيما سقط 13 صاروخ في مياه البحر. كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميره، و541 طائرة مسيرة. كما تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي دولة الإمارات، وتسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات التالية: الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية. وزارة الدفاع الإماراتية بتوضح أن هناك 58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية. وبذلك تكون الإمارات هي أول دولة في منطقة الخليج العربي أعلنت عن إصابة مصريين في الهجوم الذي تشنه إيران على المنطقة، حيث أعلنت وقوع عدد من الإصابات بينها مصريين. وأشارت الوزارة الدفاع الإماراتية إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدي منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية. وأعربت وزارة الدفاع الإماراتية عن أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. بنوضح لحضراتكم أن دلوقتي منذ قليل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن عدد الخسائر التي نجم عن الاستهدافات الإيرانية، وأوضحت أن من بين الخسائر
وقوع إصابات بين وقوع 58 حالة إصابة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية. كمان وزارة الدفاع البريطانية، وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أيضا أن هناك تم التصدي لعدد 165 صاروخ باليستي و2 صاروخ جوال و541 طائرة مسيرة إيرانية. وفي التفاصيل أوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن تم تدمير 20 صاروخ باليستي وسقوط 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال، وتدمير عدد 311 مسيرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافا مدنية مؤكدة. مؤكدة قدرة القوات الجوية الإماراتية والدفاع الجوي الإماراتي على التعامل مع مختلف التهديدات. وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن منذ بدء الهجوم الإيراني في الأمس، في وقت سابق من الأمس 28/2/2026، تم رصد 165 صاروخ باليستي تم إطلاقه من إيران باتجاه دولة الإمارات، حيث تم تدمير 152 صاروخ، فيما سقط 13 منها في مياه البحر. كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، وتم رصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة. دلوقتي وزارة الدفاع الإماراتية بتقول إن في منذ الأمس سقطت 35 طائرة مسيرة داخل أراضي الإمارات العربية المتحدة في مناطق متفرقة من الدولة، والتي شهدنا منذ الأمس الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للنيران اشتعال النيران وانفجارات محدودة في عدد من المواقع بدولة الإمارات. وشفنا النهاردة في صباح اليوم عن أن إمارة أبو ظبي أعلنت وقوع إصابتين جراء استهداف مباني في مباني للاتحاد، أبراج الاتحاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. كمان أن الدفاع الإماراتية أوضحت أن الهجمات دي أسفرت عن وقوع 3 حالات وفاة مؤكدة. وزارة الدفاع الإماراتية أكدت وقوع 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية. ال3 حالات الوفاة التي تم تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلاديشية، إنما حالات الإصابة كان بينهم مصريين. الحالات اللي بينها مصريين، المصريين حالات إصابة فقط، 58 حالة إصابة في جنسيات مختلفة بينهم مصريين. ال 58 دول يشملوا الجنسيات اللي هنقولها لحضراتكم: الجنسية الإماراتية والجنسية المصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية. ال 58 حالة إصابة متوزعة على حسب البيان على الجنسيات دي، ولكن لم يتم ذكر في البيان ما عدد المصريين الذين تعرضوا للإصابة جراء الهجمات، وهذا ما سوف نعرفه في وقت لاحق. وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدي منظومة الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية. وأعربت الوزارة في بيانها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في دولة الإمارات، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. دلوقتي احنا بنوضح لحضراتكم ان دولة الامارات العربية المتحدة خرجت وزارة الدفاع الاماراتية واعلنت الحصيلة الاولية لحالات الوفاة والاصابة في دولة الامارات، وذلك منذ بدء
الهجمات التي تشنها إيران على المنطقة أمس السبت. وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن في 3 حالات وفاة وفي 58 حالة إصابة. ال3 حالات وفاة دول هم من الجنسيات التالية: حالة وفاة من الجنسية الباكستانية، وحالة وفاة من الجنسية النيبالية، وحالة وفاة من الجنسية البنغلاديشية. يعني ما فيش أي حالات وفاة من الجنسية المصرية. إنما حالات الإصابة فهناك 58 حالة إصابة متوزعة على عدد من الجنسيات، بينها يعني مواطنين إماراتيين. حالات الإصابة 58. ووزارة الدفاع الإماراتية أكدت إن هي حالات إصابة بسيطة. يعني الدفاع الإماراتية أكدت إن ال 58 حالة إصابة دول حالات إصابة بسيطة، ودول من الجنسيات التالية: الجنسية الإماراتية، والجنسية المصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلاديشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية. ولكن الوزارة لم توضح عدد الإصابات يعني لم توزع ال 58 حالة على هذه الجنسيات، بل ذكرت أن هناك 58 حالة إصابة في هذه الجنسيات. كمان وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن القوة الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت صباح اليوم يعني من تدمير 20 صاروخ باليستي، وسقوط عدد 8 صواريخ في البحر، وتدمير عدد 2 صاروخ جوال، وتدمير عدد 311 طائرة مسيرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهداف مدنية، مؤكدة قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي على التعامل مع مختلف التهديدات. يعني وزارة الدفاع الإماراتية بتقول إن النهارده يعني كان يوم شديد، حيث يعني تم استهداف أراضي الإمارات بعدد من الصواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وكمان أوضحت الوزارة أن المجمل حتى الآن تم رصد 165 صاروخ باليستي تم إطلاقه من إيران تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وزارة الدفاع الإماراتية بتقول إن تم رصد 165 صاروخ باليستي تم إطلاقه من إيران تجاه دولة الإمارات، حيث تم تدمير 152 صاروخ منه، فيما سقط 13 منها في مياه البحر. يعني دلوقتي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة هم 165 صاروخ. تم التصدي والتدمير 152 صاروخ منهم من ال 165، وفي 13 صاروخ سقط في مياه البحر. كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهم. كما تم رصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن هي رصدت 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 طائرة مسيرة داخل أراضي دولة الإمارات. يعني ده أول عدد رسمي بتعلنه دولة الإمارات، وهو ان في 35 طائره مسيره وقعت بالفعل داخل اراضي دوله الامارات العربيه المتحده، ما تسبب يعني حالات الاصابه وحالات الوفاه التي ذكرناها لكم. تسببت هذه الطائرات وهذه الصواريخ في وقوع عدد 3 حالات وفاه. تمام. في وقوع الأعداد. طيب من ضمن ال 35 طائرة التي وقعت في الأراضي الإماراتية، في 21 طائرة بس هي اللي أصابت يعني أهداف داخل الإمارات. يعني قد يكون هناك طائرات وقعت في مناطق مفتوحة لا يوجد بها سكان، فيعني كما نرى دائما في الحروب وغيرها من يعني العمليات العسكرية، بعض الصواريخ والطائرات عندما تسقط في مناطق مفتوحة لا تقوم الدفاعات الجوية بالتصدي ليها، لأن بيكون إهدار للصواريخ وإهدار للمنظومات الدفاع، فبيتركوها تقع في مناطق مفتوحة غير مأهولة بالسكان. كمان وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت أن في 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و58 حالة إصابة من جنسيات الإمارات ومصر وإثيوبيا والفلبين وباكستان وإيران والهند وبنغلاديش وسريلانكا وأذربيجان واليمن وأوغندا وإريتريا ولبنان وأفغانستان. دي كانت حالات الوفاة وأبرز ما يعني وقع ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية خلال الساعات الماضية. كمان شفنا
في إسرائيل إن في صاروخ إيراني وقع داخل إسرائيل في منطقة بيت شميش، والتي تسببت في مقتل يعني 5 إسرائيليين على الأقل، وحالة من الهرج والمرج وسط إسرائيل. فهذا هو الصاروخ الأول الذي يصيب هدفه بشكل يعني مباشر، ويتسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين. ويعني شفنا ان عربيات الاسعاف الاسرائيليه والسلطات الاسرائيليه من يعني الشرطه والجيش هرعوا الى موقع يعني اصطدام الصاروخ، وان هو كان في كلام ان هناك بعض الاسرائيليين المتواجدين تحت الانقاض وتعمل فرق الانقاذ على استخراجه. كمان شفنا دولة الكويت، والتي أعلنت أن هي تعاملت مع 97 صاروخ باليستي و283 طائرة مسيرة. دولة الكويت العربية المتحدة أعلنت في بيان صادر عن وزارة الدفاع. تمام. وهناك يعني هناك نبأ جديد، وهو وقوع وفاة واحدة بدولة الكويت و32 مصاب. يعني دولة الكويت وزارة الصحة الكويتية أعلنت وقوع حالة وفاة و32 مصاب. دلوقتي وزارة الصحة الكويتية طلعت بيان ليها وقالت ان هو تم تسجيل حالة وفاة نتيجة يعني الهجمات و31 مصاب. وزارة الصحة الكويتية أعلنت ذلك، وأن وضحت أن هو حالة وفاة واحدة و32 إصابة على خلفية التطورات الراهنة. وأشارت التقارير إلى أن يعني لما تذكر جنسيات حالات الوفاة أو المصابين الذين وقعوا نتيجة القصف الإيراني المستمر. يعني دلوقتي عندنا الإمارات أعلنت وقوع 3 حالات وفاة، والكويت أعلنت وقوع حالة وفاة، ويعني ننتظر المزيد من التفاصيل حول الواقع. كمان بنوضح لحضراتكم أن وزارة يعني الدفاع الكويتية أوضحت يعني نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان ان سلاح الجو نجح منذ بدء يعني العدوان الإيراني في التعامل وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي توجهت باتجاه أراضي دولة الكويت. وقال العطوان أنه منذ بدء الهجوم تم رصد 97 صاروخ باليستي إيراني، تم إطلاقه تجاه دولة الكويت، و283 طائرة مسيرة وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك. وأشار المتحدث إلى أن عمليات التصدي الفعالة للصواريخ والمسيرات أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على المنشآت في مناطق متفرقة من البلاد. كده بنعيد وبنوضح لحضراتكم أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت وجود إصابات بين الجالية المصرية في دولة الإمارات نتيجة الهجمات المستمرة التي يعني تشنها إيران. ولكن بالنسبة لدولة الكويت التي أعلنت عن وقوع حالة وفاة و32 مصاب، لم تذكر وزارة الصحة الكويتية جنسيات المصابين حتى الآن، وننتظر توضيح من يعني مزيد من التوضيحات حول إن كان هناك مصابين آخرين في دول الخليج العربي التي استهدفتها إيران خلال يعني اليوم وأمس، أم أن المصريين المصابين هم فقط في دولة الإمارات. ولكن أحب أن أوضح لحضراتكم أن وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت أن حالات الإصابة 58 هم حالات خفيفة، تمام، ولا يوجد حالات خطرة بين المصابين. دي يعني اللي أوضحته وزارة الدفاع الإماراتية خلال الساعات الماضية، ودي آخر التحديثات معانا. وابقوا معنا دائما عبر القاهرة 24، وانتظرونا في لايف جديد للحديث عن آخر التطورات، وشكرا لكم.